أول ما شافها حبها، وهي أول ما شافته سابت أولاد بلدها في السعودية وقررت تسافر بلاد علشان تتجوز الشاب المصري. كلامنا هنا عن كيان بنت السعودية، البنت اللي ارتبطت بشاب مصري وقررت تقضي معاه عمرها كله. منين ما يكون، ازاي البنت اتعرفت على الشاب المصري، وايه سر اعجابها الشديد بيه، كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. في الأول كده أعرفكم على اسم بطلة الفيديو ده. هي اسمها كيان من قبيلة مطير السعودية الشهيرة. البنت هي في الأصل بلوجر مشهورة على تيك توك، ليها فيديوهات وصور كتير عليه. أهم الفيديوهات دي بتحكي عن حبيبها المصري اللي قريب قوي هيبقى جوزها. بتحكي كيان في الفيديوهات عن بداية علاقتها بالشاب المصري من البداية خالص ولحد اللحظة دي. حكت ازاي عرفته وازاي هو أعجب بيها رغم إنه عمره ما شاف شكل وشها خالص. كل اللي شافوا فيها الحجاب اللي دايما لابساه قدام الرجال الأغراب وفي أي مكان خارج بيتها. اتضح إن كيان عرفت الشاب المصري ده عن طريق أهلها. هي في الأصل والدتها مصرية ووالدها فقط هو اللي سعودي. الشاب هو أحد أبناء أخوال كيان في مصر، وبداية معرفتهم ببعض لما كان هو مسافر السعودية شغل، وبحكم صلة القرابة راح يشوف قريبته وأهلها اللي هي كيان ووالدها وجدودها من والدها. هناك شافت كيان لأول مرة الشاب المصري في الحقيقة. كانت دايما تعرف إن ليها ابن خال من الفيسبوك والسوشيال ميديا، لكنها ولا مرة كانت قابلته. المرة دي الوحيدة اللي قابلته فيها، والمرة دي كان سر إعجاب الشاب المصري بالبنت السعودية كيان. البنت ولأنها من قبيلة معروفة بالأصول والكرم عملت أحلى صينية كبسة لابن خالها. وبكل بساطة خالص الشاب المصري أول ما أكل من الكبسة معلقة واحدة بس وعلقت في دماغه الكبسة، واللي عملت الكبسة. وتقريبا كده صدقت المقولة اللي بتقول إن الشاب المصري تجيبه بطنه. هي لمحت لكده في التعليقات يعني. المهم إن الشاب بعد ما أكل من الكبسة دي سأل على مين صاحبتها، مين اللي عمل الكبسة، وأهل البيت قالوا له إن بنت خاله هي اللي عملت الكبسة بإيدها، وسألوه عن رأيه فيها. رأيه في الكبسة يعني مش بنت خاله. وهو طبعا أبدى إعجابه بالكبسة جدا وشكر في اللي عملها. ومن هنا بدأ الإعجاب بين الاتنين، البنت السعودية كيان والشاب المصري. هي عجبت بيه لأنها شافت فيه إنه شخص صريح وواضح، ولما عجبته حاجة قال على طول بدون تفكير ولا ملوعة. هي عجبت بكده وشافت إن دي من أهم المميزات اللي لازم تكون في الراجل اللي ترتبط بيه. المهم من هنا لهنا كلمة من الشاب على كلمة من والدها، اتفقوا الاتنين على خطوبة كيان السعودية من الشاب المصري. وفضل الشاب شغال في السعودية فترة بمساعدة أهل العروسة لحد ما أموره المادية تتحسن شوية علشان يقدر يرتبط بكيان، لأن الارتباط بيها مش سهل برضه. ده فيه هناك عادات وتقاليد بتتكلم في جرامات كتيرة من الذهب، بس هما تساهلوا معاه لأجل إن في صلة قرابة بين الاتنين. في النهاية تحبوا تقولوا إيه لكيان السعودية والشاب المصري؟